يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم اهلا تفلحون. بيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة هتعجبكم قوي، وهو شريك الافران. وهو وصفتنا النهاردة اقتصادية ومن اجمل واخف الوصفات اللي هتعتمدوها عندكم ان شاء الله. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. هنجيب عندنا بولة ومعلقتين خميرة فورية و150 جرام سكر ناعم الحبيبات مش مطحون، وهنجيب كمان كوباية لبن، حليب كامل الدسم، يفضل يعني ان هو يكون حليب كامل الدسم، وكمان كوباية مية هنحطها. طبعا اللبن هيكون عندنا دافي والمية هتكون دافية عشان ينشطوا الخميرة. وهنقلب كل المقادير دي مع بعض كويس عشان تدوب الخميرة كويس جدا مع اللبن والمية اللي احنا حطيناهم. هنفضل نقلب فيهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده عشان خاطر ندوب الخميرة. وبعد كده عندنا 100 جرام زيت، يعني تقريبا نص كوباية زيت لو بالمج الشاي العادي اللي موجود عندنا في كل بيت. وهجيب عندي بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، هحط البيضة الأولى وبعد كده البيضة التانية. وطالما حطينا بيض يا حلوين يبقى لازم نحط فانيليا عشان زفرة البيض، ولو عندنا معلقة خل كمان هيبقى حلو جدا. هفضل اقلب فيهم بالشكل اللي احنا شايفينه، هقلب فيهم لحد ما البيض يختفي تماما ويدوب معاهم مع السكر والخميرة وكل المكونات اللي احنا حطيناهم. هجهز معايا كيلو دقيق متعدد الاغراض. طبعا الدقيق ده احنا بنستخدمه في المخبوزات بتاعتنا، وياريت يفضل ان هو يكون دقيق مخبوزات. ويعني ممكن نجيب السائل اللي من العطار، لو انت بتكوني ضامنه العطار اللي عندك ممكن تجيبيه. انا بستخدم دقيق بكون عارفة جودته ايه، بس خلوا بالكم احنا محضرين عندنا على المقادير دي كيلو دقيق، بس انا بفضل انخل الدقيق واضيفه شوية شوية، لان في دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. دي قاعدة نمشي بيها في كل المعجنات بالشكل ده. يعني انا بقولك كيلو دي هتاخديه على المقادير دي، ممكن ياخد عندك اقل من الكيلو، ممكن ياخد كيلو الا ربع. فاحنا ما نضيفش كل الكمية مرة واحدة، احنا بنضيف شوية شوية مع نخل الدقيق كويس، عشان الدقيق لما بيكون منخول بيخلي الحاجة هشة وخفيفة. وبأكد عليكم كمان يا حلوين ان احنا لازم ننخل الدقيق قبل استخدامه في المعجنات او في اي وصفة. هقلب كويس مع نخل الدقيق لحد ما يختفي عندي دي، وكل ما بتختفي عندي كمية الدقيق بنزل بكمية دقيق تانية. وزي ما انتوا شايفين احنا شغالين بالسباتولا، يعني الموضوع خفيف جدا. يعني مش هتعرف تعجن او ما عندهاش عجان هتشتغل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بكل سهولة. لو واحدة لسه مبتدئة في المطبخ هتعرف تعمل الوصفة دي وهتعجبكم جدا وهتعتمدوها ان شاء الله، وهتاخدوها وهتاكلوا فيها في كل فطار هتكون موجود عندكم. هفضل اقلب واضيف كمية دي، كل ما تختفي عندي كمية دي بنزل بكمية دقيق تاني. بعد كده هنزل خلاص انا هفضل اعجن. يفضل دلوقتي هدخل ايدي بقى وهعجن، هعجن بايدي لحد ما الم العجينة. ولو حسيت العجينة بتاعتي انت بتحس بملمس العجينة، فهتلاقي العجينة بتاعتي القوام اللي انا هوصله مش عجينة يابسة ولا عجينة مفتوحة بتلزق جامد في ايدي. احنا عايزين عجينة خفيفة، تلزيقة بسيطة خالص، وما تكونش عجينة ناشفة زي عجينة العيش، لان لو العجينة طلعت معاكي ناشفة مش هتطلع بالخفية اللي انتي تكوني مستنياها. اول وصفة اللي انا مطلعاها هتلاقي العجينة قطنية بعد ما تسويها، وهتلاقيها خفيفة جدا. هفضل الم في العجينة عندي كويس، بعدين بزود بالدقيق لحد ما الم كمية الدقيق عندي كويس جدا ويختفي معايا الدقيق. هخلص انا طبعا عجن. طبعا احنا ممكن عندنا كمان يعني البيض، لو عندنا معلقة بيكنج باودر ممكن نضيف عليهم معلقة بيكنج باودر. برضو البيكنج باودر بيدي هشاشة حلوة جدا. وممكن كمان هقول لكم على البدائل، ممكن لو الزيت ممكن ما نستخدمش زيت، وممكن لو عندنا زبدة نستخدم زبدة، وممكن زيت وزبدة. هيبقى طعمها حلو قوي لو حطيتي كمية، بس الزبدة تكون سايحة على النار، بنسيحها وتكون باردة
يعني سايحة وباردة، نضيفها بدل كمية الزيت. يعني احنا خدنا 100 جرام زيت، هناخد مكانهم 100 جرام زبدة بعد تسيحها. قلنا طبعا احنا لو ما عندناش ميزان مش هنوزن 100 جرام. طبعا مج الشاي العادي احنا هناخد نص كوباية، والمعايير كلها هناخدها نص كوباية. كيلو دي ده تقريبا بيعمل من 6 كوبايات ونص ل7 كوبايات لو احنا جايبينه سايب، فبنعاير بالكوباية اللي هو برضو مج الشاي. وهو هيبقى هننزل شوية شوية مع بعض لحد ما تلم معاه العجينة بالشكل ده. شوف العجينة بقى مش يابسة ومش بتلزق، يعني هي ولا بتلزق في ايدي ولا يابسة، عجينة طرية مفتوحة جميلة قطنية بشكل رهيب. خلاص انا كده خلصت العجن، وهنسيبها بقى تخمر. هتاخد في الجو اللي احنا فيه ده ممكن نص ساعة ساعة، يعني مش لازم، مش مفيش شرط للميعاد الخمر بتاعها. وقت ما تخمر خلاص هنشتغل فيها على طول. هقفلها واسيبها خلاص لحد ما تاخد مدتها وتخمر. كده انا اخدت معايا تقريبا نص ساعة وبقت بالمنظر ده، خلاص خمرت، والهواء انا بفرغ الهواء منها. وبعد كده هبدأ اشتغل في العجينة واشكلها الشكل اللي انا عايزاه. هلم العجينة بتاعتي كده بشوية دقيق بس بساط، بس عشان هي بتلزق شوية، فانا هلمها واشتغل فيها على طول، يعني مش هريحها تاني. خلاص هقسمها على 4 أقسام، 4 قطع، وبعد كده هقسم كل قطعة قطعتين كمان. انت ممكن تقسميها عدد اكتر من كده، ممكن تخليها 12 قطعة. كل قطعة بعد كده هتطلع معانا قطعتين. فانا الحبة بتاعتي كانت حجمها وسط، لو انت عايزاها صغيرة هتديكي عدد اكتر، فتمام ممكن تقطعيها على 12 قطعة. بعد كده هاخد القطعة وبشوية دقيق كده بساط، مش هكتر دقيق، يدوب بس اقدر افرد بيها على الرخامة بتاعتي، وهديها بقى شوية دقيق وهفردها بقى مستطيل او دايرة زي ما تطلع معاكي. هفضل افرد فيها بسمك رقيق، يعني حوالي كده يعني نص سنتي، يعني تقريبا كده ممكن نقول نص سنتي. بعد كده هاخد دهنة زبدة وهدهن الوش كله عندي. خلاص انا كده هدهنه الزبدة بتاعتي وهقسمه نصين، وبعد كده هاخد كده بزجزاج زي ما احنا شايفين، وهمطها مطة كده خفيفة بحيث ان انا اطولها بس شوية، وبعد كده هلفها رول واديها ضغطة خفيفة واحطها عندي في الصينية. انا هشتغل بالشكل ده لحد ما اخلص كل الكمية بتاعتي، لحد ما اخلصها كلها بنفس الطريقة. شايفين سهلة جدا، سهلة سهلة، اي حد هيعرف يشتغلها. لو ركزتي في اللفة بتاعتها هتعرفي تشتغليها وهتخلصي الشريك بتاعك في وقت قليل جدا. طبعا احنا الكمية اللي احنا هنطلعها يعني ممكن يعني بتمن 3-4 وحدات هنعمل كمية محترمة، خصوصا لو أولادنا هيحبوا الشريك والمخبوزات. فطبعا التكلفة، وحتى لو اتكلفت بنفس تمن الحاجة اللي احنا مشتريها بره، كفاية ان احنا عارفين ايه اللي حاطينه، مدينها لبن ومدينها بيض ومدينها قيمة غذائية للأطفال بتاعتنا، وعارفين ايه اللي بياكلوه. ومش ممكن هتكون طبعا في الأفران بنفس الشكل ده ولا بنفس المكونات اللي موجودة فيها. طبعا احنا قلنا بديل الزيت ممكن زبدة، وممكن كمان لو انت عايزة تعجنيها لبن خالص، يعني بدل كوباية لبن وكوباية مية، يبقى خلاص تمام، اديها كوباية لبن، كوبايتين لبن بدل كوباية لبن كوباية مية. لو انت مش عايزة تكلفيها قوي، او انت ما عندكيش غير كوباية لبن، بكوباية اللبن هتقدري تعمليها، يبقى كوباية لبن وكوباية مية وهتشتغلي عليها. فضلت اشتغل كده لحد ما هخلص كل الكمية بتاعتي بنفس الشكل. انا بعيد معاكم كذا واحدة عشان خاطر تركزوا فيها وتعرفوا تطلعوها، وبديها لكم بنفس في كذا زاوية عشان تشوفوا شكلها هيطلع ازاي. اهو كمان اهو. دهنة الزبدة اللي احنا بنديها لها دي في الاول قبل ما نلفها بتخلي الحلزوني ده كل لفة بتكون مفرغة عن التانية، ما تطلعش حتة عجينة وبس. كده انا خلصت كل الكمية اللي عندي، وجبت بيضة مع حتة فانيليا، وممكن معلقتين لبن معاها، وبفرشة سيليكون او بأي نوع فرشة هشتغل ادهن الوش بتاعي كويس جدا.
هدهن كل الكمية بتاعتي. طبعا في صينية تاني بس انا ما صورتهاش معاكم، بس في صينية تاني كمان. وهخلص كل الكمية بتاعتي بدهنة البيض مع فانيليا، لازم نحط فانيليا مع البيض طالما استخدمناه في الدهان. واهو احنا هنخبزها طبعا على درجة حرارة، هنسخنها على درجة حرارة 180، وهنوطي الفرن بتاعتي على 160. لو شغالة تحت يبقى هدي النار لحد ما تتحمر تحت بالشكل ده، وبعد كده بشغل الشواية عليها تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه. شايفين خفيفة ازاي وفاتحة وخفيفة وتحفة، وريحتها كانت جايبة اخر الشارع. بألف هنا وشفا عليكم ان شاء الله، وكل اللي يجربها ويدوقها يكون بألف هنا وشفا عليكم ان شاء الله. ينال الفيديو ينال اعجابكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا سبسكرايب واعملوا لايك عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. مع السلامة، هتوحشوني للفيديو اللي جاي.